هو أنا جيت هنا ليه؟ السؤال اللي بيجي في دماغنا كتير بس عمرنا ما وقفنا عليه. لما كنت طفل ما كنتش بسأل كتير، ما كنتش بفكر في معاني كل حاجة، يعني كنت عايش. بس لما كبرت بقيت محتاج لكل حاجة معنى، وكل حاجة ملهاش معنى بتوجعني. بجري ورا كل حاجة، نجاح، حب، رضا، شهرة، فلوس. بس وأنا مرة وقفت وسألت نفسي، هو أنا أصلا هنا ليه؟ بشتغل وبجري وبسهر وبتعب، بس عمري ما قعدت لوحدي كده وسألتني، هو اللي أنا بعمله ده ليه وزن، ليه قيمة، ولا أنا بس ماشي مع الدنيا وخلاص؟ كنت فاكر إن الراحة في المكان فغيرته، إن السعادة مع الناس فرحت لهم. لكن لما وصلت لقيت فراغ أكبر من اللي كنت فيه. حاسس إن في زحمة مش لاقي نفسي فيها، وسط صوت الناس والعالم في صوت تاني جوايا مش بيسكت. صوت بيقول لي دايما قوم، أنت لسه ما بدأتش. بس هو أنا أصلا مين؟ اللي بشوفه في المراية، ولا اللي بيصحى كل يوم يسأل أنا إيه وبعمل إيه وفين رايح؟ كل مرة كنت بدور على نفسي في اللي حواليا كنت بضيع أكتر. بس لما سكت كل شيء حواليا وبدأت أسمع صوت قلبي، فهمت ساعتها إني ما كنتش تايه، أنا كنت هربان. كنت بدور على أي حاجة بره عني، وابتديت أدور في كل حاجة جوه مني. وأكتر حاجة كانت مفزعة بالنسبة لي إن أنا مش عارف أنا مين أصلا. هربان من نفسي ومن وجعي ومن ضعفي، حتى من ربنا اللي خلقني، اللي عمره أبدا ما نسيني ولا سابني. ولا خلقني عشان دنيا توه فيها وهي في الأصل تراب ما تسواش. خلقني عشان أرجع له، وعشان أدوق معنى الحياة مش شكلها، وعشان أدوق معنى الحياة مش شكلها، وعشان أعرف إني مش جسم بيمشي على الأرض، أنا روح بتروح للي خالقها وتطوف حواليه. أنا جيت هنا ليه؟ علشان أفتكر إن أنا عبد له قلب مخلوق من طين، بحلم، بتوجع، بشتاق، بضعف، لكن برتاح أول ما أسود. عارف في اللحظة اللي بتبص بيها للسما وأنت مش عارف تقول إيه، بتحس إنك متشاف، صوتك مسموع رغم إن لسانك ما اتكلمش. المعنى ده دايما يلمس قلبي. وبالنسبة المعنى، المعنى مش دايما في الجواب تلقاه. المعنى ممكن يكون في الرجوع للسؤال، هو أنا جيت هنا ليه؟ جيت علشان ترجع، بس المرة دي ترجع بيقين. لو لقيت الكلام ده لمس قلبك فتأكد إنها رسالة جات لك مخصوص دلوقتي، علشان قلبك كان جاهز يسمع. أنا هنا علشان تفتكر ويايا إن إحنا مش دايما هنلاقي جواب، بس اطمن، دايما هنلاقي حد بيسأل نفس السؤال جنبنا. مش قادر أقولك في النهاية وإحنا لسه بنبتدي، لكن ارجع لربك وارجع لنفسك. ربنا لسه مستنيك، وتأكد دي مش مجرد دقيقة ولا اتنين ضيعتهم من عمرك، لأ، دي رسالة فيها حياة وحب وحقيقة، وصوت رباني نازل على شفل كلمة، فاسمعها وعقلها. أتمنى أشوفك دايما بخير. دمت بويت. السلام عليكم.